ديدن أهل البدع والضلال في الماضي والحاضر والمستقبل أنهم إذا تمكنوا ووصلوا إلى السلطة أو كان لهم تمكين من قبل ولاة الأمر، ولك أن تنظر في الواقع الحاضر وتربط ذلك بالماضي عند أن يكون لبعض الغلاة أو بعض المميعين شيء من التسلط ولهم شيء من الدولة، إما وزارة أو مدراء عموم أو قادة جيوش أو غير ذلك في الماضي والحاضر، وسيكون كذلك الأمر في المستقبل، فالتاريخ يعيد نفسه. هؤلاء إذا تمكنوا استغلوا هذه المناصب أولا لترويج بدعهم وضلالاتهم بقوة السلطان، ثانيا لتثبيت أنفسهم وأصحابهم في المناصب وتعيين فلان وتعيين فلان وتعيين فلان من أجل أن يتمكنوا ويتغلغلوا في مفاصل الدولة المختلفة أو حسب ما يتيسر لهم. الأمر الثاني يستغلون ذلك لجني الأموال، مرتبات وأموال يكون لهم وجاهة عند الناس وقبول، فينتشر ما هم عليه من الباطل ليقنع هذا الشيخ وهذا المواطن وهذا العاقل من العقال وهذا الموظف، لأنه صار لهم رواج مسؤولية. الأمر الرابع يستغلون ذلك لتصفية خصومهم بالسجن، بالإقصاء، بالإذلال، بالتضييق عليهم، بالإهانة لهم، بتشويه صورتهم، بتنفير الناس عنهم وما أشبه ذلك. والله تعالى يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين وإن الله لا يهدي كيد الخائنين، والعاقبة دائما وأبدا للمتقين. فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، والبغي عواقبه على أصحابه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فما هي إلا فترات وتنتهي الأمور، وربما سلط الله عليهم أولئك وصاروا بعد ذلك تتكشف الحقائق ويذموا غاية الذم. وتجد أن بعض المسؤولين ربما أقرهم وغض الطرف وتعامى عن منكراتهم وظلمهم وبغيهم، لأنه مستفيد منهم في بعض الأبواب وبعض القضايا، يستفيد من شجاعتهم، من تهورهم، من إقدامهم، يستفيد مما هم عليه في بعض الأبواب وبعض الأعمال، فيغض الطرف. يعلم أن عند هؤلاء بلايا ورزايا وبغي وظلم، وعندهم أذية وسوء خلق، ويثيرون فتن وقلاقل، وكلما قيل له يغض الطرف ويتعامى، لأنه يقول: أنا أحتاج هؤلاء في مواطن وربما القريب مني ما يستطيعون أن يقومون بما يقوم به هؤلاء، فيغض الطرف عنهم. ثم بعد ذلك سيجني هو عواقب تقريبهم وتمكينهم، فإن تسلطوا عليه فالويل له، وإن تسلط عليهم وانتهت ورقتهم وانتهى دورهم وانتهى الانتفاع بهم فالويل لهم، فالويل لهم منهم ومن غيره ممن هم قد نافسوهم على تلك المناصب وعلى تلك الأماكن، وربما تصير بعد ذلك دول تتسلط عليهم، والظلم ظلمات والبغي عواقبه على أهله. واقرأوا التاريخ وانظروا في أهل البدع والأهواء من الغلاة والجفاة ومن جرى مجراهم، عند أن يصلوا إلى المناصب ستجد هذه الأربعة الأشياء ظاهرة جلية بينة. وأهل الحق من أهل السنة والجماعة، أهل التوسط والاعتدال، أهل العلم والحكمة والرحمة والتعقل والبعد عن الفتن، والذين لا يتاجرون بدينهم يدافع الله عنهم ويحفظهم ويدفع عنهم البلاء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدفع عن الذين آمنوا. واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله يحفظك. تأمل في هذا جيدا، وانظر فيما حولك، وانظر في الواقع، ستجد أن هذا الأمر كالشمس في رائعة النهار. نسأل الله الثبات والسلامة والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن.